كل ما تفتح أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة، خصوصا الصفحات الدينية، تلاقي عركة، جدال وردود واتهامات على موضوع أغلب الناس أصلا مش فاهماه، وهو موضوع أين الله. تسمع السلفيين يقولوا حاجة، والأشاعرة والصوفية يردوا بحاجة تانية، ودول يهاجموا دول ويقولوا عليهم نابتة، ودول يردوا على دول ويقولوا عليهم مجسمة. وفي وسط كل ده المسلم البسيط واقف مش فاهم حاجة، حاسس إن في خلاف كبير جدا وإن الموضوع خطير. بس الحقيقة كتير من الناس أصلا مش فاهمة هما بيتخانقوا على إيه. طب لحظة كده، يعني أنت بتقول نثبت الكلام زي ما هو من غير ما نسأل إزاي، وأنت بتقول ننزه ربنا عن المكان ومنقولش فوق أو تحت. يعني في الآخر انتوا الاتنين بتقولوا نفس المعنى بس مختلفين تقولوا إزاي؟ واحنا عاملين كل الخناقة دي عشان الصياغة؟ طب ما نتفق الأول وبعدين نختلف براحتنا. طب ربنا سبحانه وتعالى لما وصف نفسه في القرآن قال إيه؟ قال: الرحمن على العرش استوى. فريق منهم يقول لك استوى على العرش يعني فوق العرش ويدبر الأمور، والفريق التاني بيقول لك استوى يعني متولي أمر الكون ويدبر كل حاجة. بس الغريبة إن إحنا كلنا متفقين على حاجة مهمة جدا، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد. طب إزاي؟ ما تسألش إزاي، عيش وجوده واستشعر قربه في حياتك، هتكتشف الحقيقة بنفسك. والغريب إن الفريقين بيقولوا لك نفس الحاجة، عقلك أصغر من إنه يستوعب كينونة ربنا سبحانه وتعالى. طب فين الخلاف؟ فين الخلاف يا أمة محمد؟ ضيعتوا المسلم البسيط، خليتوه يحس إن في مشكلة كبيرة وإن في خلاف في الدين نفسه، وأنتم في الحقيقة متفقين على الأصول ومختلفين بس في الصياغة والتعبير والكلام الفلسفي. يا سيدي المسلم البسيط مش فارق معاه الصيغة الفلسفية بتاعتك دي. المسلم البسيط كل اللي فارق معاه إن ربنا معاه، مش عايز يفهم ربنا فين، عايز يحس إن ربنا جنبه. طب خليني أسألك سؤال، أنت شايف العقل اللي مش قادر أصلا يستوعب رأي مختلف عنه وهو أصلا قريب منه في المعنى، تفتكر هيقدر يستوعب كينونة خالق الكون نفسه؟ ده احنا مختلفين في كلام مش عارفين نتفق عليه، فازاي هنفهم حقيقة ربنا؟ خلينا نكون صريحين مع بعض، عقلنا البشري متكون ومهيأ بقواعد الزمان والمكان اللي بتحكم الدنيا اللي احنا عايشين فيها، عشان يفهم الدنيا اللي احنا عايشينها، وخارج حدود الدنيا مش هيستوعب أي حاجة تانية. فازاي نفس العقل ده يقدر يستوعب حقيقة خالق الزمان والمكان نفسه؟ طب وايه الحل؟ عشان كده نكتفي باللي ربنا قاله صراحة، نؤمن باللي قاله، نعظم ربنا سبحانه وتعالى، ننزهه عن كل المخلوقات. يعني نؤمن إن مفيش حاجة في الدنيا أو في الكون كله ممكن تكون شبيهة بيه سبحانه وتعالى، ونسكت عن اللي عقولنا مش هتقدر توصل له. تعال أقول لك على الأهم من كل ده، مش السؤال ربنا فين، المفروض السؤال الحقيقي ربنا فين في حياتك، بيعمل لك إيه، قد إيه هو قريب منك، وقد إيه أنت حاسس بوجوده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال: وهو معكم أينما كنتم. مش هتفرق الطريقة، يعني مش سايبك ولا بعيد عنك، شايفك، سمعك، عارف كل اللي جواك. هو فين بقى؟ دي حاجة ما تخصكش. انت ممكن تبقى لوحدك بس عمرك ما كنت متساب. كل لحظة في حياتك هو معاك، بيرتب وبيدبر
وبيحفظ. فبدل ما نسأل هو فين، خلّينا نسأل إحنا قريبين منّه قد إيه. هو مش محتاج تعرف مكانه، هو عايزك تعرف مكانك منّه. الله محيط بالكون، مدبّره وقريب من عباده. ده اللي يهمنا في الموضوع، إنه معانا وإحنا مش لوحدنا. وبعدين في قاعدة مهمة لازم نفهمها، سُنّة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا إنها دار اختبار. عشان كده ربنا لا تدركه العيون ولا تحيط به العقول، لكن تدرك أثره في الكون. تشوف أثره في حياتك، في تدبيره لأمورك، في لطفه، في ستره، في كل حاجة حواليك. إنما عشان تقدر تشوفه بعينيك أو تستوعبه بعقلك، دي سُنّة الاختبار، ما ينفعش. إحنا ما بنشوفش ربنا، بس بنشوف أثره في كل حاجة في حياتنا، وده جزء من الاختبار، إنك تؤمن من غير ما تشوف. لو كل حاجة كانت واضحة ما كانش فيه اختبار أصلًا.